بيشوف وفرة أو خير أو نجاح عند شخص تاني يقول ما شاء الله. يعني إذا هو قدر أكيد أنا كمان أقدر. ما هي ما كانتش دايما معايا، كانت عند ناس تانية فجات لي، فمش هتفضل دايما معايا، بس فهتروح لناس الدنيا تانية. حظوظ يعني، اوقات كمان في ناس بتسعى بس ما بتوصل. مظبوط، يمكن الدنيا حظوظ، بس الحظوظ في حاجات كتير قوي، وحسب بقى كل واحد شايف حظه ازاي او نظرته للحياة. يعني في حد لابس نظارة انه انا محظوظ، فالحاجة البسيطة اللي بتجيله اللي جنبه شايفها عادي، هو شايفها يا انا محظوظ جدا بيها. وفي الاخر الحياة بسيطة جدا، مش محتاجة الانسان يتعب نفسه قوي كده. ولو في بنت بتشوف في التلفزيون او في السوشيال ميديا حد ناجح وواصل وحياته لذيذة، احنا برضو مش بنظهر التعب، او انا شخصيا بعمل كده. في مثل كده يقولك don't let them see you sweat. وانت اليوم كمان ياسمين عندك تأثير على الصبايا الجداد، الصبايا اللي هلا مبلشين حياتهم، وحتى السيدات اللي تزوجوا، انه لازم يكونوا مستقلين، لازم يكونوا قوية، لازم. فعلا حقيقي. أكيد. انا ده تأثيري. انت ما بتحسي هذا الشيء؟ معرفش، انا شهادتي مجروحة في نفسي. انت بتلتقي بناس اكيد على الطريق، اقول لك حاجة، بيقولوا لي هذا الشيء كان شيء اساسي انت بدك اياه توصلي له بحياتك، ولا اشتغلتي وتعبتي والحمد لله وصلت له؟ لا هو كله بفضل الله، انا ما عملتش اي حاجة. ولا مرة كان عندك هذا الحلم او هذه الصورة انه انا رح اكون بهذا المكان؟ انا استحقاقي عالي. فكرة كلمة انا استحق بتاعت لوريال باريس هي عمود من عواميد شخصيتي وروحي وكياني كله، انه انا فعلا استحق الافضل، الاحسن، الاجمل، استحق كل حاجة. فده عندي من زمان، لكن ما كنتش عارفة هكون فين وازاي. كل اللي عملته اني سعيت اني احافظ على نفسي، احافظ على عقلي، على روحي وعلى قلبي وعلى جسدي وعلى كل حاجة فيا، بحيث اقدر اكون استاهل الاستحقاق. السنة دي أحلى، لسه بقول لهم كل حاجة أحلى. أولا أنا مبسوطة جدا أنا مع لوريال باريس لتاني سنة، إن شاء الله سنين تانية كتير جاية بإذن الله نكون مع بعض. كل سنة بعرفهم أكتر وبنفهم بعض أكتر، علاقتنا بتبقى أفضل. حتى الكونتنت اللي لسه كنا بنصوره مثلا الصبح ألذ، قريب مني أكتر، الناس بتحبه أكتر. السنة الماضية كنت جزء من حملة ست البيت. أيوة شرفت، كان أول فيديو يمكن أول حاجة صورها مع لوريال. أول شيء كيف كانت ردة فعل السيدة المصرية على هذه الحملة؟ الست المصرية والعربية كانت نقطة مهمة جدا، لدرجة إنه الإمارات غيرت في وصف البطاقة